وهي أيام ذكر لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس وغيره: الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة، فهي أيام ذكر لله تبارك وتعالى. ولهذا يشرع فيها التكبير المطلق غير المقيد بوقت، يكبر الإنسان ويكثر فيها من التكبير بالصيغة المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكرر هذا التكبير في هذه الأيام. ويبدأ التكبير المطلق من أول يوم من أيام شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق الثلاثة. التكبير المطلق وقته من أوائل أو من أول يوم من شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. أما التكبير المقيد الذي يقيد بأدبار الصلوات فهذا في يوم العيد وأيام التشريق، يبدأ من صبيحة يوم العيد يوم النحر وينتهي في صلاة العصر من اليوم الثالث من أيام التشريق. يشرع للمسلمين رجالا ونساء أن يكبروا تكبيرا مقيدا أدبار الصلوات. الرجل يرفع صوته بتكبيراته، والمرأة تكبر في بيتها وفي مقرها وفي منزلها بصوت خافت. فهذه أيام ذكر لله عز وجل وانشغال بطاعته، وهي موسم عظيم من مواسم الخيرات ومن مواسم التجارة الرابحة، تجارة الآخرة. ومن المعلوم أيها الإخوة الكرام أن أصحاب التجارات الدنيوية تعنيهم المواسم التجارية شيئا كثيرا، ويهتمون بها ويستعدون لها ويجلبون لها أنواع البضائع وأنواع التجارات والسلع، ولا يفوتون يوما من أيام المواسم، مواسم التجارة الدنيوية، وهذا أمر ملاحظ. والشأن كذلك بل أعظم في أهل الإيمان إذا جاءت مواسم التجارة الأخروية. الشأن كذلك بل أعظم في أهل الإيمان إذا جاءت مواسم التجارة الأخروية، فإنهم يقبلون عليها بجد واجتهاد وحرص على ألا تفوتهم تلك الأيام الفاضلة والأوقات الشريفة والزمن العظيم الذي هو خير أيام العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ضعف إيمان الشخص وضعف إيمانه، إذا ضعف إيمان الشخص وقل يقينه وشغلته متع الدنيا الزائلة، فإن هذه الأيام الفاضلة تمر عليه كغيرها من الأيام، تمر عليه كغيرها من الأيام، ولا يجد فرقا بين العشر الأول من شهر ذي الحجة وبين بقية أيام السنة، هي عنده سواء، لا فرق بينها. ولهذا لا يتحرك ولا ينشط ولا يجد ولا يجتهد، والسبب ضعف الإيمان، السبب ضعف الإيمان وكثرة الشواغل والصوارف والملهيات التي تشغل الناس عن استغلال هذه الأوقات الفاضلة والأزمنة الشريفة ومواسم العمل والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أهم ما يكون في استقبال هذه الأيام الفاضلة أن يهيئ الإنسان نفسه إيمانيا، أن يهيئ نفسه
إيمانيا بأن يجتهد في تقوية الإيمان في نفسه، والإيمان كما لا يخفى يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب، فيداوي الإنسان نفسه ويجاهدها على تقوية إيمانه وتقوية يقينه حتى لا يفوت عليه شريف الأيام وفاضلها ويذهب دون أن يكون له منه حظ أو نصيب. ولهذا أيضا يشرع للمسلم أن يستقبل مثل هذه الأيام الفاضلة الشريفة بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والخطايا. والذنوب أيها الإخوة تكبل الإنسان وتقيده وتحرمه من الخير. الذنوب إذا تلبس بها الإنسان وبلي بها حرمته من الخير وأظلمت عليه طريق الخير وأوجدت في صدره وحشة من الخير وعدم رغبة فيه. إذا كان قلب الإنسان في الأيام الفاضلة والأزمنة الشريفة باقيا على غيه وعلى إعراضه وصدوده، متى يتحرك؟ إذا لم يتحرك قلب الإنسان في الأزمنة الفاضلة الشريفة. فإذا مما يشرع للمسلم أن يعتني به في هذه الأوقات التوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والخطايا التي هي في الحقيقة قيود تكبل الإنسان وتحرمه من بلوغ الرتب العالية والأجور العظيمة في المواسم الكريمة الفاضلة.